بما اننا في الصيف وفي موسم المانجا وحلوه قوي الايام دي ورخيصه كمان، هنعمل النهارده احلى كيكه بارده وبدون فرن وبدون فرهده وبدون تعب، خفيفه وسهله وبسيطه، سهله في التحضير كمان، وهتطلع معاكم كميه محترمه وتنفع بجميع انواع الكيك. معمول جاهز اي نوع كيك كمان. هنعمل النهارده احلى ترايفل مانجا، تحليه سهله وبترطب على القلب كمان في الصيف، ومزيج بين المانجا والكريمه والكيك، حلوه جدا. هنبتدي باول حاجه، هنعمل الكريمه. كوبايه من الكريمه عليها نص كوبايه لبن ونص كوبايه ميه. تقدروا تحطوا لبن بس، تقدروا تحطوا ميه بس، اهم حاجه تكون الميه بارده او اللبن برضو يكون طالع من التلاجة. الاتنين. انا بحب احط نص كوبايه ميه على نص كوبايه لبن ونص كوبايه سكر على كوبايه كريمه. وبعمل الكريمه الخام. تقدروا تجيبوا الكريم شانتيه الكيس اللي هو محلى ده، مش بتحطوا، مش بتضيفوا عليه سكر. انا بحب اعمل الكريمه الخام اللي لازم ينضاف عليها سكر، فكل واحد براحته. بس عملنا كده الكريمه. هنبدا نقطع المانجا واحده اتنين تلاته المتوفر عندكم، ونوع مانجا يكون حلو. يعني مثلا النعومي او العويسي، بيكونوا تحفه جدا في الحاجات اللي هي الكيك والحاجات الطرط والحاجات دي. هنا انا مقطعه من المانجا اللي هي العويسي دي، هتبداي تقطعها مكعبات وتجهزها كده. جهزنا الكريمه وجهزنا المانجا، نبدا بقى نعمل الكيك. الكيك عامه لو اي كيك فايض عندك، مثلا ليه يوم واتنين الولاد مش باكلوه او اي حاجه، تقدري تشكليه. احنا هنا جايبين اللي هو الكيك الجاهز من بره بتاع الولاد ده. تبداي بقى تعمليه طبقات. اول طبقه اي عندك نوع بايركس، اي حاجه شفافه كده عشان برضو الشكل اول ما تفتحي كده اللي تكون الطبقات باينه من بره وكده، والولاد هيحبوها خالص وهتعجبهم. وسهله جدا، وفيها برضو مانجا وفيها عصير وفيها كيك، يعني كل العناصر موجوده فيها. اي عصير مانجا عندك في التلاجة ولا حاجه، وتبداي تسقي كده الكيك. او ممكن على فكره مكان العصير المانجا اللي بنسقي بيها الكيك ده، تقدري تضيفي لبن وكده. طبقة كريمة، طبقة كيك، شوية مانجا، بعد كده برضو طبقات. تقدري تكبري الطبقات، تقدري تقلليها. تقدري تعملي في اكواب، اللي هي الاكواب اللي هي بتاعت الجيلي دي، او اي اكواب صغيرة بتاعت الكوكتيل. اي حاجة تحبوا تعملوها بيها. هنا انا عندي متوفر الطبق ده، بديت اعمل فيه الاشكال دي. طبقة مانجا، طبقة كريمة، طبقة كيك، بتكون تحفة جدا. ترايفل المانجا ده بيكون في الصيف بيرطب على القلب. في 5 دقايق هتكونوا مخلصين التريفل المانجا ده او الكيكه البارده اللي بدون فرن وبدون اي مجهود كمان. من الحاجات المنعشه اللي في الصيف واللي بنحتاجها عامه. بنحب ناكل عايزين ناكل اي حاجه حلوه، عايزين ناكل ايه، فهي دي من الحاجات الغريبه الحلوه الخفيفه اللي ما بتتعبش، اللي سهله جدا وخفيفه على المعده كمان وخفيفه على اي حد. والاطفال بيحبوها عشان فيها مانجا وفيها كريمه وفيها تزيين اكنك بتاكلي تورته بالظبط. فهي التريفل المانجا من الحاجات المنعشه السهله البسيطه اللي بترطب على القلب في الصيف كمان. اي كيك عندكم لو معمول قبل كده، لو مثلا وشه اتحرق منكم من فوق ولا من تحت، بنشيل الوش من فوق ومن تحت بنحطه في الاطباق وبنعمله بالتزيين ده وبالتشكيل. اتمنى لو عجبكم الفيديو اعملوا شير ولايك للقناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. شايفين الجمال، شايفين الحلاوه، شايفين الميكس بين المانجا والكريمه والكيك، طالع معانا تحفه جدا. وطبقات كمان تقدروا تعملوه باي حاجه تحبوها. كنافه، كيك جاهز، اي حاجه تحبوا تعملوه بيها. من الحاجات اللي بترطب على القلب في الصيف من غير فرن ولا تعب. هتعملي احلى حلو ترايفل المانجا وهيعجبكم جدا. لو اول مره تشوفوني اشتركوا في القناه واعملوا شير ولايك للقناه. شكرا.